السلام عليكم ورحمة الله. واحد يقول عندي هم عظيم ما يعلم فيه إلا رب العالمين، ويشتكي يقول شلون أزيل هذا الهم من تفكيري وحياتي والقلق اللي أنا عايشه. أول شيء يا أخوان لازم نعرف أن الهم نوع من أنواع البلاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها. يعني هذا هم وفيه رفع الدرجات. واحد يقول أنا والله ما أخطأت في حياتي، نقول له لا، هذا نوع من أنواع البلاء الذي يرفع فيه الدرجات. طبعا هناك طرق لإزالة هذه الهموم قد تكون مثالية، يمكن بعض المتحدثين اللي يتكلمون فيها ويمكن أنا نمر بمشاكل ما نقدر نعالجها بلحظتها. كل شيء في المثابرة والمواصلة لين رب العالمين يزيل هذا الهم. من هذه العلاجات العلاج الشرعي والعلاج النفسي. الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. وجاء أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وجاء عند الترمذي: إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. في الترمذي أيضا: إذا أهمه الأمر رفع بصره إلى السماء وقال: سبحان الله العظيم. وإذا ألح في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وعند أبي داود قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. لما أسماء بنت عميس قال: ألا أدلك على ما تقولين عند الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. وجاء في الرواية أنها تقال 7. في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. قال عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي رواية: إني لا أعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس، يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا أمامة في المسجد فقال: ما لي أراك في غير وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله هموم ألزمتني وديون. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله عني همي وقضى ديني. وعند أبي داود: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، مصداقا للآية. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولطلب الإعانة في قضاء ذلك كله عليك بالصبر وعليك بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. في جزئية مهمة إذا تسويها 2-3 باليوم مع شرب الماء يمدحونها في السناب الجاي. أول شيء لازم شوية تمارين رياضية، لازم تمشي، لازم تعرق، يطلع الجهد اللي موجود في الجسم مع شوية شرب ماء. مع التالي: تاخذ نفس عميق، تحبسه 2 ثانية وتطلعه في 4 ثواني تقريبا من الحلج 4-5 مرات. في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ومع السلامة.